واتحاصرنا 130 يوم، لا اكل ولا ميه ولا شرب ولا اي حاجه. وكنا بنقطر الميه في الخزانات بتاع الوقود بتاع العربيات، بعد ما نخلعها نملاها ميه ونحرق تحتها كاوتش ونقطر الميه عشان نشرب، لان كان بيتصرف لنا زمزميه ميه واحده في اليوم. تشرب بيها، تخش الحمام بيها، تتشطر بيها، انت حر. زمزميه من ضمن الحاجات الجميله اللي لا ننساها. كان معايا مجند واحد اسمه الشيخ عبد الفتاح صقر، امام مسجد في البحيره. لقيته جاي لي يوم 7 يناير العيد الميلاد، ولقيته جايب لي جيركن ميه، يعني 20 لتر، 20 زمزميه. قال لي خد من يا جماعه، من الناس اللي بتقطر. قال لي خد استحمى وعيش وكل سنه وانت طيب. هكذا كانت الروح في مصر، دي كانت الروح. ما يعني انا دخلت مثلا معهد فنون مسرحيه، ما حدش عارف ان انا مسيحي غير وانا في ثالثه. ما كناش بنهتم بالمساله دي خالص. انما دلوقتي اعتقد ان في شكل من اشكال التمييز في الحياه، وده